استاذ رأفت لو سمحتي انا عاوز هطلب محتاجه ده يبقى تعليق طيب. اخير. لو سمحتي انا عاوز اعلق كانسان حقوقي، ماليش دخل المحافظ يقول ايه او الكنيسه تقول ايه. احنا لينا رؤيه، ورؤيه انا بقول لغايه امبارح بالليل الناس كانت في بهيوره بتولع 8 محلات 9 محلات، ادي اساميهم، وورشتين، واللي توفت دي ست كبيره توفت واختنقت وموجوده كانت في المستشفى. ما علينا، الحاجه دي كانت موجوده امبارح، وبهجوره كانت بتولع، والاسامي موجوده والتليفونات موجوده وممكن نتصل بالناس. اول حاجه دي بالنسبه لسيد. وبعد كده بيقول ان الموت علينا حق، الموت علينا كلنا حق، بس الموت اللي يجيبه ربنا مش الموت بالقتل. طب هم القانون بيعاقب عليه. لما انا اموت والناس لازم تزغرت عشان دول شهداء. هو بين في الكلام اللي هو كان بيقوله على النت، بيقول النت دول بيتكلم. طب ما هو سجل على النت لا المشاكل هو كلها. انا عن نفسي سجلت معاه، بكلم حضرتك. لا هو اتسجل، هو اللي انا فاهماه انه تاخد له مقاطع على النت، بس التسجيل القنوات هو كان في احداث فرشوط، انا رحت سجلت معاه وقال الكلام ده. ما علينا، هو كان في مشاكل، احنا ما بنقولش ان المسيحيين والمسلمين هيبتدوا المشاكل، لا، ولكن هو دلوقتي عايزين نقول حضرتك ان كان في مشاكل لغايه امبارح، ما ننكرهاش، ما نقولش لا احنا كلنا نسيج واحد وطن واحد وما نحلش المشكله، لازم يبقى في حل. الحل ايه هو؟ ان في ناس معتقله لازم ترجع، ان في ناس متهجره سيدنا مش قادر يروح يجيبها، والامن مش قادر يحميها عشان تدخل البلد. يبقى ازاي دي خلاص كل شيء انتهى؟ ماشي كل شيء انتهى، لكن لازم يتحل من جذوره. وكده سياده المحافظ بيقول النهارده في امتحانات ما اعرفش 80% و90%، ده الناس عشان انفلونزا الخنازير ما بتروحش 20%. اول حاجه دي، ثاني حاجه كل حاجه الامن مستتب والامن مسيطر عليه. امبارح كان في محل محروق في الاثريه في الجسريه بتاعه ناجي حمادي في وسط البلد بتاعه واحد ترزي، وادي اسمه اهو، تمام، وفي صيدليه محروقه جنب مباحث امن الدوله مباشره ومنهوبه، يعني اتنهبت، والترزي اتاخد منه حاجات واتحرقت. دي الحاجات اللي احنا الناس اتكلمت، والناس المندوبين بتاعنا كانوا هناك، ولينا مندوبين بيروحوا كده. في ناس لسه موجوده لغايه دلوقتي في المستشفى جارحه، هو لكن لما يروح يزور اسره مرحب بيه نروح يزور اسره. ابنها شهيد تزغرت لكن ابنها اتكتت تزغرت بتاع ايه؟ حضره القمص تعليق حضرتك. هو طبعا كلام سيدنا مستقبلي، دي بيتكلم بروح الكنيسه وبعقل الكنيسه اللي هي روح الكنيسه اللي اعتدت على الاستشهاد. مش هو سيدنا كان بيطالب بتعويضات للاقباط؟ الناس اللي اتحرقت دي مش كان بيطالب لها بتعويضات؟ ما هو يطالب لها من الدوله. اوكي، يطالب لها من الدوله، يطالب لها من الناس ان يجيب لها حاجه. فهو بيتكلم بروح المسيحيه وروح التسامح وروح الحب، في نفس الوقت بيبص لنظره مستقبليه، لان الاساءه لرجال الامن جايز يجيب نتائج عكسيه. مش صح طبعا باعتبار رجال الامن انهم ناس حماة الامن، مش سهل طبعا ماشي، هم يقلل من قيمتهم. طب اكمل كلام. طب ما ليهم دور يحموا الناس. سيبنا نتكلم يعني ما يقولش انت بتكمل الكلام اللي هو بيقوله. طب لما الناس دي كان بتحمي المواطنين اتحرقت الكميه دي في 4-5 بلاد ازاي؟ نظرته لحاجتين. ماشي، النظره مستقبليه انها هتحصل. دلوقتي الامور محتاجه لم، وعشان تتلم الامور بشكل صحيح ماشي، نقعد مع بعض ونحل. هتيجي بالتصريحات الناريه دي حضرتك انت كل الكنيسه كل يوم تقول رقم النهارده بكره هنقعد، لا بعد ما نقعد رقم 2 بيدي فرصه للقانون ياخد مجراه. القانون فوق كل شيء. رقم 3 ما نقدرش هناك القانون هيمشي. اوكي، الناس دي هتتحاكم محاكمه عادله، اوكي مفيش مشكله، لكن الناس المتضرره دي الناس اللي ماتت اوكي صح. ما هو برضه سياسه القدس بيكمل كلام سيدنا. طب بص اقول لك رقم 3 ان مش لازم الحادثه دي تاثر مستقبلا على العلاقه بين المسيحيين والمسلمين. فسيدنا بيعمل تهدئه عشان ترجع الاحوال زي ما كانت. يعني احنا هنولعها ولا نلمها؟ احنا ما بنقولش نولعها، بنقول نقعد ما هنقعد. طب نقعد فين؟ ما هنقعد على اساس لكن ينكر الكلام اللي هو قاله المره اللي فاتت الاول، يجي يروح يقول دلوقتي لا ما حصلش. سيدنا كمسؤول في المنطقه بيهدي الاجواء، لازم طبعا لازم تبقى الصوره كويسه مع الامن، لازم تبقى الصوره كويسه مع اعضاء مجلس الشعب، لازم تبقى الصوره كويسه مع شيوخ المسلمين، لازم تبقى الصوره كويسه مع ابسط فراش او عامل مسلم عادي عشان ترجع العلاقه زي ما كانت، لان قبل كده ما كانش مشاكل. ما تنفعش المداهنه دي، يعني هذه المداهنه ما تنفعش. هو ساب الامر للبوليس. احنا ما سيناش للازهر ولا سينا يعني لسياده القانون ولا اي مكان، احنا بس حضرتك بنقول يقعدوا يحلوا. يعني المفترض انه الهدوء مؤكد هيرجع
النهارده ما كانش النهارده بكره هيرجع، شاء الله. لكن يجب ان تكون فيه وقفه. يعني المسائل بقى نبحث في جذورها. ما كان في شهر 11 كان قبل كده في مشاكل ما هي ومحلوهاش، ما خلاص. حدش يتدخل. ما هو احنا بنقول طب من شهر 11 لغايه شهر 1 من ما حدش التدخل يتدخل. في هو جزء. كلام استاذ أنا محمد فاهم عامر كلامه صحيح. بيؤيد كلامك اكتر. أنا هو عارف بيقول إن ما هو ينفعش بيؤيد ان كلامي، المسائل أنا متابعه، صح تتحل والله. كده من على السطح. فالمفترض انه مسببات هذه المسألة من المؤكد انه التطرف له اثر فيها، يعني سواء من الطرف ده او الطرف ده. فلا بد انه احنا نجد علاج ناجع لهذا التطرف. اذا احنا علاج علمي، يعني مش ما نتركش الملف للامن فقط، يعني لازم يكون فيه اجتماعيين واخصائيين نفسيين ويعرفوا طبيعه السكانيه اللي انا اتكلمت عليها قبل كده، وهذه المساله تعالج من جذورها. هنا احنا نامن، يعني هو ابتدت من الكشح من كذا، وابتدت بعد كده تطورت، وبعد كده كل ده اسبابه التطرف والتطرف المتبادل. فيجب ان احنا نتوقف بقى، وبلاش التطيب والشعارات والنسيج الواحد طيب الحقيقة انه طبعا التهدئة مطلوبة، وطبعا بعد النظر مطلوب، انما مش لازم حضرتك او حضرتك اقباط مسلمين من بحري من الصعيد تكونوا متخرجين من كلية الطب او المعهد العالي للتمريض عشان تعرفوا انه اي جرح قبل ما يتقفل لازم الدكتور يطهره وينظفه من جوه. لا يلتئم جرح بشكل سليم إلا إذا نظف تماما. والحقيقة أنه عملية تطهير أي جرح مش سهلة، إنما لازم تبدأ بخطوة: إعمال القانون. 2 أن تتساوى الرؤوس جميعا. 3 أن كل صاحب حق ياخد حقه. ساعتها لا الجرح ده هيطلع فيه صديد ولا هيسمح بوجود جرح آخر. هو ده الكلام اللي احنا عايزين نقوله النهاردة، مش حالة تحريض من طرف على الآخر، إنما تحريض للدولة أن تتعامل بقوة القانون مع الجميع دون تردد أو ارتعاش. أستاذ رأفت سمير حبيب، منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان والناشط الحقوقي في الصعيد، حضرة القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير، مدرس اللاهوت الدفاعي وتاريخ العقيدة، السيناريست وابن قنا أستاذ محمد صفاء عامر، شكرا لوجودكم معنا في حلقة يعني فيها مشاعر سيئة من أو سلبية من أولها لآخرها، إنما ده أول أسبوع مر من 2010 للأسف. بدأ برفح أو بدأت الحلقة برفح وانتهت بنجع حمادي. أنا نسيت أنوه على واحدة من أهم ما قاله الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، أن البابا شنودة، وهذا على ذمة نيافة الأنبا، لم يعلن أي حالة اعتكاف كما أعلن في الجرائد. هذا أيضا ورد في مداخلته التليفونية التي حدثت منذ دقائق. شكرا، وغدا نلتقي بتغطيات إخبارية وبارقات أمل وتصحيح على كل الأصعدة. السلام عليكم.